العمليات الجراحية وعمليات السمنة بالأخص، زي تكميم المعدة، تحويل المسار، وكل الحاجات الشائعة دلوقتي بتبدأ الناس تلجأ لها. الفور دي سكشن، شفط الدهون، أي عملية جراحية بتتعمل من جراح سمنة أو دكتور جراح سمنة. أنا بس بواجه مشكلة صغيرة جدا. أنا ما عنديش مشكلة مع الموضوع، يعني ما عنديش مشكلة إن سيادتك تعمل تكميم معدة عادي، بس عندي مشكلة وأنت بتعمل تكميم معدة ما بتكونش حاطط في دماغك إن ده كده كده أنت اجبرت نفسك على لايف ستايل معين لازم تمشي عليه طول حياتك. يعني انا ما ينفعش اصحى من النوم بعد شهرين ثلاثه اقول انا خلاص مش عايز اكمل في موضوع التكميم ده. انا خلاص زهقت، انا عايز اكل واشرب زي الناس. تمام، انا خسيت وبقى شكلي جميل واتغيرت حلو قوي كده. خلاص بقى انا عايز اخرج مع صاحبتي، اكل براحتنا ونعك براحتنا ما ينفعش، الطريق ما فيهوش رجوع. ما ينفعش بعد ما تعمل كده تقص الطريق ده كله وتقول خلاص. انت عملت استئصال لجزء كبير قوي من معدتك، فالمساحه اللي باقيه في معدتك صغيره. فبواجه بقى ناس تجيني بعد عمليات تكميم او اي عمليه جراحيه، مش تكميم بالاخص، بلاقيها بتبدا بقى تضغط على جسمها وتاخد لخبطه بس سمارت شويه، يعني ذكيه. يعني مثلا دلوقتي الناس بتعمل تكميم، هي مش مسموح لها بكميات كبيره، هو غصب عنها او غصب عنه لو خد كميه كبيره هيحصل له طبعا فومتنج، ترجيع، فمش هيقدر يكمل. فبيعمل ايه بقى؟ يروح جايب قطعه شوكولاته قد كده صغيره وياخدها سناك، يروح جايب قطعه حلويات قد كده وياكلها سناك. يدور على الحلويات اللي هي نفسيا بالنسبه له مشبعه، هي نفسيه، هي حلويات مشبعه نفسيا وليس جسديا وجسمانيا. فده بيشبع رغباته ان هو انا بعك عادي وباكل حلويات عادي. فبيلاقي نفسه بقى بياخد على مدار كل ساعه سناك، والسناك ده طبعا هو مش مع احتياجات، من الحاجات اللي هي فيها لخبطه او هاي كالوريز او سعرات عاليه. يلاقي نفسه بعد ما نزل 20 30 كيلو في خلال شهر شهرين هو بدأ يزيد 5 في 6 في 7، وصل 10 كيلو. اقابل انا بقى الحاله هنا بقى في اللحظه دي وتجي لي دكتور انا عملت تكميم وخسيت حلو قوي 30 كيلو، وبعد كده قعدت كلت حلويات وحاجات والدنيا ما ظبطتش معايا، وبديت اخد سناك كتيره، فحسيت ان انا بقيت اجوع كتير، وبقيت بدور اليوم كله على انها مشروع للسكريات وادور على الحلويات على مدار اليوم. انت وقعت نفسك في مشكله، انت عملت خلل في افراز الانسولين، وصلك لقوه الانسولين اصلا، ان كده كده عمليه التكميم بتوقع منك فيتامينات كتير. انت بقى زدت الطينه بله ورحت قعدت تاخد في حلويات وسكريات. اولا وسعت مساحه معدتك، بقيت بتطلب اكل اكتر من الاول. ثانيا زودت وزنك بسبب السعرات الكتيره للاكل والشرب اللي فيها سعرات كتيره زي الحلويات. وجاي دلوقتي عايز تخس، صعب. هنخس، ان شاء الله هناخد برنامج غذائي ونظبط الدنيا، بس نزولك لازم تكون فاهم ان هو بيكون اصعب من الاول بكتير قوي. لان الحرق بيشتغل عن طريق الاكل، وجبات المتاحه واحتياجاتك اليوميه. احنا مش عارفين ندخل احتياجاتك اليوميه، احنا بنيجي نعمل دايت يقول لك في الفطار شريحه توست اسمر اخرك، ولو كلت الشريحه مش هتعرف تاخد معاها بيضه. نيجي نقول لك في الغداء دبوس فرخه معلقتين رز. في العشاء لو كلت كوبايه زبادي يبقى كتر خيرك. انت مصعب علينا الموضوع. فخليك فاكر لما تبدا الطريق ده ما ينفعش تتراجع في نصه، يعني تراجع في نصه هيدمر لك الدنيا كلها، هتبوظ العمليه. ولما تروح تخس عند اي حد متخصص هيعاني عشان ينزلك، لان هو هيبقى عنده نقص فيتامينات كتيره قوي اثرت على حرقك. انت نزلت 30 كيلو، وانت خليك فاكر وانت نازل بطريقه غير طبيعيه، فانت وقعت حاجات كتير قوي مع ال 30 كيلو دول من احتياجات جسمك ومن الفيتامينز والمينرالز، فيتامينات والمعادن وكل حاجه في جسمك. وطبعا بتلاقي طبعا كده كده اعراض جوه واضحه قوي بالنسبه لك، شعر بيقع، ضوافر بتتكسر، بشره بتبوظ، في حاجات كتير قوي بتظهر، يعني انت اكيد مدرك اللي بتعمله. فانت جيت لخبطت كل الدنيا دي كلها وقررت تروح تخس. هتخس ازاي؟ هتخس ان شاء الله، هتخس وهنخسسك وهناخد بالك، بس الموضوع بيبقى صعب، بتبقى مرحله صعبه قوي قوي قوي، بلاش توصل لها. ولو وصلت لها لازم بسرعه تروح لحد متخصص يبدا ينسق لك كل حاجه ويظبط لك كل حاجه، ما تتماداش في الموضوع. بلاش تتمادى في الموضوع لحد ما تلاقي نفسك انت نزلت 30 كيلو رجعتهم 20 كيلو. صعب قوي ساعات ال 20 كيلو دول هيضايقوك جدا جدا جدا. وهنرجع نعمل دايت من اول وجديد، وهنعمل سيشن، وهنعمل جلسات تفتيت دهون موضعيه، وهنغير الانظمه، وهنبوظ العمليه، وهناخد فيتامينات، هنرجع قصه كبيره قوي من الاول. فانت دخلت طريق من طرق العمليات الجراحيه او عمليات السمنه الجراحيه،
كمل فيه. ممكن سيادتك وانت ماشي في الطريق ده تيجي تتابع مع حد مختص يظبط لك الاكل والشرب بتاعك، ما تكونش انت مبوظ الدنيا بس عندك ثبات مثلا وزنك ما بينزلش ثبت فنزلت كتير فعايز تظبط الدنيا. يبدا الحد المتخصص ده يشرح لك على شويه ستيب كده او شويه حاجات خطوات معينه تكسر بيها ثبات الوزن. لو في حاجه ناقصه في جسمك فيتامينات يديها لك، لو انت بتمارس الدايت بطريقه غلط يصلح لك، محتاج نسبه نشويات صغيره تشغل حرق يدي لك، محتاج اكسرسايز او رياضه على مدار اليوم مثلا وقت صغير يفهمك ايه المتاح. فيبقى هو كوتشنج للموضوع، يبقى هو زي ما بيقولوا اللايف كوتشنج بتاعك او الشخص اللي بيكون مسؤول عن حمايتك الغذائيه عشان انت رايح لطريق كويس. اتفقنا يا جماعه؟ فكروا وما تاخدوش قرارات متسرعه. وانا لو عندي 10 كيلو ما اعملش تكميم، لو عندي 20 كيلو ما اعملش تكميم. التكميم ده سيبوه الحالات الصعبه 40 50 كيلو، الحاجات الجراحيه الكبيره. ولو عملت خلاص قدر الله ما شاء فعل يا باشا اعمل، وخليك من الاول متابع مع دكتور تغذيه منسق لك الاكل والشرب ومرتب لك كل حاجه وعارف بدايلك الصحيه وعارف احتياجاتك وعارف فيتاميناتك وعارف كل حاجه، فماشي مع حد متخصص علشان ما تزهقش في النص فتسيب كل حاجه فتاخد خطوات لورا تروح لحد مختص بعدها يبقى موضوع صعب، يبقى هو هياخد صعوبه قوي عشان ينزلك وزن. فاهم؟ شكرا.